عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا وجبه غداء او عشاء شهيه جدا بدون لحوم. كتوجد في دقائق، يعني ما كتاخذش وقت كتير باش توجد من غير الوقت نتاع الطياب في الفرن بطبيعه الحال. وبالنسبه لهذه الوصفه كناخذوا مقلاة نوضعوا فيها القليل من الزيت، حبه من البصل كنخليوها تشحر مزيان. من بعد غادي نضيفوا لها 3 نتاع الفصوص نتاع الثوم مفرومين، وغادي نضيفوا لها حبه من الطماطم. كنخليو المكونات حتى كتدبل شيئا ما، ونضيفوا ملعقه كبيره زبده. كنضيفوا الملح على حسب الذوق. كنضيف ملعقه صغيره فلفل احمر حلو، نصف ملعقه فلفل اسود، وكنضيف نصف ملعقه اعشاب منسمه، ونضيف ملعقه صغيره قزبر يابس. وكنحرك هاد التوابل مع هاد الصلصه ديالنا حتى كتنسجم صافي. وكنطفي البوطه وكتصبح عندنا هاد الصلصه جاهزه. كناخذوا المول اللي يدخل الفرن، كنوضعوا فيه هاد الصلصه اللي جهزنا مع بعضياتنا، كنشطفوها في اسفل المول، وكنوضعوا الخضر ديالنا اللي خديت انا هنايا الطماطم، البطاطس، الباذنجان والكوسه او القرعه. يعني كميه الخضر كتبقى على حسب عدد الافراد. كنغطيوها بالورق الطهي وكذلك بورق الالومنيوم، وكندخلوها للفرن سخون 30 دقيقه حتى كطيب الخضر جيدا. كنخرجوها ونحيدوا داك الورق عليها، وكنضيفوا لها زيت الزيتون والجبن المبشور، وكنردوه حتى كيذوب لنا داك الجبن، ونقدموها بالصحه والراحه. كتجي لذيذه فعلا، جربوها اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش تدعمي بلايك والبارطاج مع الاهل